اليوم اخترت لكم لايف فيه بزاف ديال اللحظات الغريبة وبزاف ديال المفاجآت، وغادي نحاول نعطيكم رأيي في كل حاجة وقعت. خليكم معايا في الفيديو كامل. وحتى وقع اللي وقع بيناتنا وعاد ضربتنا التوقيطة، لاننا ما كناش عارفين راسنا ديك الساعة، ما كناش حاسين براسنا شنو كنديرو، كنا مندافعين بزاف. ولكن مني توقدنا لقينا بانه بحال هادشي اللي درنا راه ماشي غير دايز، هادشي وقع من بعد تراكمات واحاسيس ومشاعر لقيناها بان كنحسوها مع بعضياتنا بلا ما كنشعروا. وهذه زعما غير النتيجه ديال التراكمات اللي مشحال هادي وحنا حابسين هاد الاحاسيس حتى لهاد الوقيته، صافي ما بقيناش قادين نصبروا. سميتي مونيا، دابا عندي 46 عام. انا قريت في لافاك، انا وواحد صاحبتي، واحد البنت اللي كانت اكثر من اختي، يعني انا ما عنديش الخواتات، كنت هذيك حاطه عليها الراس بزاف. يعني كنت كنقرا معاها من ايام الثانوي، طلعنا لافاك بجوج، درنا نفس التخصص. ولكن هي دخلات من بعد تقريبا شي 3 شهور قالت لي موني انا راه غادي نتزوج. قلت لها علاش ناويه تزوجي وتخليني؟ لا خلينا مكملين الطريق بجوجنا، نكملوا قرايتنا بجوجنا، وعلاش لا نقدروا نخدموا بجوجنا. قالت لي لا لا جداش نبقى انا نقرا، صافي مبقاش عندي الكاني ديال القرايه وطلعت لي القرايه في راسي، غادي نمشي نتزوج. صافي نمشي نتزوج وندير داري ووليداتي، بارك عليا شنو غنصنع كاع مع هاد القرايه، انا خدمت كاع مالي على تماره. قلت لها صافي اختي انت تعرفي. وبقيت انا في لافاك كملت. ولكن من قبضت الليسانس ديالي تقدم ليا واحد ولد الناس، اليوم ماشي براني نيت على راجل صاحبتي، تيجي ولد خالته. تقدم ليا شافني معاها وقالها الراجل هاوي وصلت لي الخبر، تزوجت بيه وصدقت لا خدمه لا والو. قالت لي تام بعد تزوجي وديك الساعه بغيتي تخدمي وتفاهمي انت وياه وخليك تخدمي. ولكن ملي تزوجت بيه وعشت معاه الحياه السعيده، ما قدرتش نقول ليه لا نخدم لا والو، علاش نضرب تماره وانا الحمد لله موفر ليا كل شيء. ولكن ربي ما عطانيش مع الوليدات، ما عرفناش نهار الاول منين شكون السبب زعما، ولكن ما عطانيش الله مع الوليدات. حمدنا الله وشكرناه، وتا هو مسكين ما قال لي والو. داز تقريبا واحد 5 سنين من مورا ما تزوجت. صاحبتي من شهرها الاول حملات وتزاد عندها وليد، وانا من بعد 5 سنين ديال الزواج امر الله جا والزوج ديالي توفى. من بعد 5 سنين، ولكن الحمد لله هو كان ميسور الحال. كان عنده واحد المحلات بزاف ديال البيع ديال اللباس التقليدي وداكشي ديال العبايات اللي كيجيو من دول الخليج، والكريان ديال التكاشط، القفاطان والبيع ديالهم، الخياطه ديال الجلالب. المهم عنده محلات بزاف ماشي غير محل واحد. الحمد لله هو مي شافني مع بنت الناس وشافني ملا وليدات لا والو، كتب لي واحد المحل من المحلات وليت مقابلاه من هي فيه. وخا بعد ما توفى صافي بقيت من هي فيه، وصافي تندوز الوقت. دازت السنين بيا، وانا بما انني ما كان عندي لا دراري ما والده ما حتى حاجه، كنت مهتمه براسي، مهتمه بماكلتي برياضتي بلباسي. يعني اللي شافني ما يعطينيش 45 سنه، يعطيني تقريبا الا كتر واحد 36 ولا 37 عام. المهم الحمد لله بقيت غاده على ديك المنوال، وعلاقتي مع صاحبتي ما تقطعتش ابدا. هي وراجلها مهلين فيا كيسولوا فيا، وولدها تبارك الله كبر ودفع في واحد الكونكور ديال واحد البلاصه وتقبل وخدم وهو باقي صغير.
خدم تقريبا هو عنده ديك 22 عام. ايوا الحمد لله انا كنمشي عندها مره ما كنبغيش نعيق. راكم عارفين راجلها اللي يقول لها شي حاجه، واخا الصراحه ما عمرو تعامل معايا ولا قال لي شي كلمه ولا شاف فيا شي شوفه ناقصه، ولكن وليت كنلاحظ شي شوفات. راكم عارفين المراه كتحس بكل شيء، كتحس بالراجل اللي كتعجبو، كتفسر اي نظره جات ليها، كتعرفها واش مزيانه ولا خايبه. وانا ديك النظرات اللي كنت كنشوف من ولد صاحبتي، نظرات ديال الاعجاب، ماشي غير اعجاب، ديال الحب وعشق. الدري شنقول لكم، تنشوف فيه بحال كنشوف فيه تنقول صافي النهار طلع. انا بقاو ديك الشوفات اللي كيشوف فيا ولا السيد وليت كنفكر فيه بحال وليت كنبغيه. واحد النهار هو يزعم قال لي يا مونيا، قلت له نعم. قلت له شك اول مره كتقول لي يا مونيا بلا خالتي. قال لي بشحال هادي وانا كنت باغا نقول لك بانه هاد خالتي ما كتجيش معاك. قلت لي ياك فؤاد؟ قال لي ايوا. قال لي الصراحه راني كنحس تجاهك بشي حوايج مودة هادي وما قادرش نقولهم لك. قلت ليه اين حوايج؟ قلت لي دابا انت تبارك الله عندك 25 عام وانا راني كبار منك ب20 عام، شنو اين احاسيس من غير انك تشوفني بحال الوالده ديالك؟ قال لي لا، شي احاسيس ماشي ديال الامومه، ماشي لا، انا كتعجبيني والصراحه راني كنبغيك. قلت لي هاد الكلمه راها صعيبه وراه ما سهلاش من انا يقولها. قال لي انا راني كبير وواعي وعارف راسي شنو كنقول. واحد النهار هو يجي عندي المحل، قال لي الا ممكن بغيت نتلاقى انا وياك ونهضروا ونتكلموا في راحتنا. قلت له شنو زعما فين نمشيو لشي كافي ولا شي حاجه؟ قال لي الا كان ممكن ما كانش شي هذا نجي عندك للدار نريحو بلا ديك كافي والصداع وهذا. قلت لها واخا ماشي مشكل، ودرت معاه التوقيت بالاشتراك وجا عندي. واللايكات وانا ما كنتش من العاكزات، نط قديت الحال ودرت براسي. ايوا زولت الشعر السايد وركبت الشفار وقدت الضفار وكل شيء، ولبست واحد البيجامه اللي هي ما معيقاش صراحه، ولكن مع تبارك الله عندي فورمه زوينه، وخا لبست خيشه هادي تجيني زوينه، واللي شافني بيها هادي يهتر. كيف قلت لكم مع الاف ما قلتي مع الاف فورمتي الحمد لله باقا عاطيه العين وباقا نعجب الصغير قبل الكبير. ايوا مشى عندي بقينا مريحين النوبه الاولى، درنا كويس ديال اتاي، شربنا حليوات، كلينا حليوات. ايوا السيد بدا شويه كيهضر ليا كلامو حلو وزوين، كتر فيا وخلاني ندوخ غير بالهضره. ومني زاد تقرب مني وقرب ليا زاد كملت بالدوخه. شحال نقول لكم ترفعت وما بقيتش عارفه راسي فين انا. وصلت انا وياه لشي حوايج ما عمري كنت درتهم حتى مع راجلي ايام فاش كان باقي حي، ولكن ما تنساوش تاني راه مده هادي تقريبا شي 16 عام وانا بلا راجل. يعني صعيب الحال بزاف وما يحس بيا غير المرة اللي طاحت في نفس لا سيتوياسيون ديالي. ايوا داكشي اللي درتو انا وياه ما خلينا حتى شي بوزيسيون يضرها خاطرها، بحال كنت باغا نفدي ديك السنوات كامله. وتا هو الصراحه مع باقي صغير عنده ما يقول، وتهلا فيا الصراحه مزيان وعارف كيفاش ياكل الفواكه كامله، دار على القناة كاملين ما خلت حتى شي بلاصه، ما نسات حتى شي قنت. وانا كنت في عالم اخر
وكنت كنقول يا ريت هاد اللحظة ما تحيدش، ما تساليش. ايوا من بعد ما توقدنا صراحة بحال من ندمناش، لقينا راسنا بحال كنا على سب، كان خاصنا غير الفرصة وهي اجات. ومن بعد قال لي شوف يا مونيا، ما يمكنش نبقى انا وياك بحال هكا، انا ماشي ديال هادشي، ضروري خاصنا نتزوجوا. قلت له الزواج كاع؟ قال لي قلت له ولكن راه ماماك محاش تبغي. قال لي انا غادي نهضر معاها، ياك نتوما صحابات علاش ما تبغيش؟ قلت له راني كبر منك بزاف. قال لي انا عارف مصلحتي، مشى قالها لها وما بغاتش، ما عجبهاش الحال، رفضات. وجات عندي المحل قالت لي واش انت شنو سحابك راسك درتي لي بالدري؟ قلت لها ما درت لا بالدري لا والو، هو اللي جا عندي نيشان قال لي بغيت نتزوج بيك. قلت لها زعما بيناتكم والو؟ قلت لها من بيناتنا والو، قلت لها راني زعما كبيره وهذا ماشي ديال التفريه، وانت صاحبتي راه ما غاديش نغدرك. قالت لي لا انا رافضه. هو مدوا معاه، هو قال لها شوفي يا الوليده، انا نتزوج بهذيك السيده واخا انت رافضه، ما بقاش ساكن معاكم، امشي نسكن دار اخرى، انا خد دويره ونمشي نسكن فيها انا وياها. وفعلا داكشي اللي كان، مشى خد دويره دفع فيها وفرشناها انا وياه بذوقنا. يعني حسيت بحال راسي بحال اول مره غادي نتزوج، بحال شي عروسه جديده يلا كتاتي دارها بذوقها. ايوا وتزوجت انا وياه. وشوفوا المعجزه ديال الله هو انه تزاد عندي وليت انا. يعني المشكله كانت عند راجلي الاول، داكشي علاش كندير معايا بخير، هو مسايس معايا وما عمرو قال لي بغيت الاولاد، حيت كان عارف مشكله منه. وانا الحمد لله ربي عوضني، واخا ما عرفتش هاد القرار اللي درت وهاد الزواج اللي تزوجت واش صحيح ولا غلط. فاش كان غيمشي داز كحله، كان عنيف معايا بزاف. سمعت خالتي الغوات وجات دقات في الباب، قالت لي راه ما كان والو، غير تخلعت ومشات الحال بحالها. وحنا كملنا الفيلم حتى الصباح. وقت ما نبردو شويه ونرجعو نديرو ماتش جديد. فين جاي خرج من البيت وشافت وخالتي خارج عريان حيت مشات هي تصرف. صافي جات عندي لقاتني غادي نبلع الباب، دفعات الباب ودخلت لداخل وانا غير مغطيه راسي بواحد الزيف كل كنترعد، وهي تصرفقني بواحد التصرفيقه كبيره. قالت لي واش ما حشمتيش؟ واش ما كتحشميش؟ درتك كي بنتي ودخلتك للدار داري، هادشي اللي درتي طيحتي بيا، اش غادي نقول لماما؟ كيفاش غادي نشوف فيها وانا غير كنبكي؟ صافي خرجت وانا بقيت تما كواحله. اش ندير؟ الصباح فقنا عيطات علينا في الصاله وكان معاها واحد الراجل عنده واحد كارطابل وعنده اللبس خاص. مهم كنت انا وايمن وهي مرجلها شويه دق راجل وهو وهادو، قال لهم هادو هما العرسان. صدمنا حنا بجوج. قالت لي وقف ايمن قال لي كيفاش عرسان؟ واش حمقى ماما؟ قالت لي ايمن، قالت لي جلس معاه كيخاف ماما بزاف، يعني كيخاف عليا حيت عندها مرض القلب. المهم جلس وانا صراحه كنت فرحانه. وما تنساوش دعم القناة بالاشتراك واللايكات باش يطلعوكم جميع الفيديوهات. فعلوا الجرس. شكرا ومرحبا بكم.